مش عارف أتكلم في الموضوع ده ازاي. عارف 90% من الشباب بيخسروا طاقتهم في حاجة واحدة بيعملوها في السر، والأسوأ إن هما للأسف مش واخدين بالهم. لو أنت واحد منهم وحاسس إنك مش لاقي طاقة تشتغل، أو يعني طول الوقت خملان ودماغك تقيلة ومش قادر تركز، يبقى الفيديو ده هينقذ حياتك. النهاردة هديك 7 خطوات عملية تسترجع بيهم طاقتك وحياتك في 30 يوم بس، ومش كلام نظري، خطة واضحة يوم بيوم. مستعد؟ المشكلة ببساطة شديدة جدا إن الإباحية بتخلي دماغك تفرز كميات كبيرة أو ضخمة من الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، وبيحصل في وقت قليل قوي وبثواني معدودة تقريبا. النتيجة دماغك بتتعود على المتعة السهلة وبتفقد الرغبة في أي حاجة تانية، وبتصحى كل يوم حاسس إنك معصور كده ومش قادر تعمل حاجة. طيب، إيه الحل؟ عندك 7 خطوات مجربة، لو طبقتهم صح في خلال 30 يوم هترجع لنفسك تاني جدا. خليني أقولك الخطوات دي إيه هي، وكل خطوة هتاخد منك وقت قد إيه بالظبط. فيلا نبدأ بقى الخطوات العملية اللي هي بتجي من الآخر. أول خطوة المفروض تعملها إنك تعترف إنك عندك مشكلة، حاجة أساسية. تقريبا هتاخد 30 دقيقة في أول يوم. أول خطوة دي أهم خطوة بني آدم لازم يعملها. اعترف لنفسك بصراحة، مش عيب ولا ضعف. دي مشكلة عند ملايين من الناس. اعمل كده دلوقتي، هات ورقة وقلم واقعد اكتب في أول سطر في الورقة. آه يا كذا، أنا عندي مشكلة مع الإباحية وأنا قررت أبطلها النهاردة. اكتب بقى 5 أسباب ليه عايز تبطل، مثلا عشان طاقتي ترجع لي، علشان أبدأ أركز في شغلي، علشان علاقتي تبقى أحسن، علشان أحلامي تتحقق، علشان أبقى بحترم نفسي. حط الورقة دي في مكان تقدر تشوفها فيه كل يوم، جنب السرير، على المكتب، خلفية لتليفونك. طب ليه الخطوة دي مهمة؟ لأن لما بتكتب بإيدك ده بيخلي القرار حقيقي في دماغك، مش مجرد كلام تفكر فيه. الخطوة التانية لازم ولا بد، لازم ما فيهاش نقاش، اقطع الطريق وامنع الوصول. الوقت المطلوب تقريبا ساعة واحدة في أول يوم أو تاني يوم زي ما أنت عايز. لازم تخلي الوصول للإباحية حاجة صعبة جدا. على الموبايل 20 دقيقة هتحط واحد من الابلكيشنات اللي أنا هحطها لك هنا دلوقتي دي، زي تطبيق بلوكر إكس، وده الأفضل والمجاني. آه او ستيف فوكس، اي ابلكيشن من دول. تاني حاجه لازم تفعل السيف سيرش، ادخل على الاعدادات بتاع جوجل وفعل السيف سيرش. آه، احذف كل التطبيقات الخطر. لو بتستخدم انستجرام او تويتر غلط احذفهم. ممكن تستخدم النسخه بتاعت البراوزر يعني لما تحتاج حاجه من الاثنين دول. على الكمبيوتر برضه تاخد 20 دقيقة تقريبا. هتنزل إضافة اسمها بلوك سايت على متصفح. اعمل قائمة بالمواقع اللي انت بتخش لها او كده او شايفها وعايز تبلكها. حط باسورد صعب واطلب من اي حد ان هو يحط لك باسورد وما يقولكش عليه، او عشان لو حاولت تلغي بلوك ده ما تقدرش. في البيت تقريبا هتسيب الموبايل بره الأوضة قبل النوم. حطه في الصالة، حطه في المطبخ براحتك. اشحن التليفون بعيد عن السرير. آه، خلي الكمبيوتر في مكان مفتوح، لازم يعني مش لازم يبقى في أوضة مقفولة، خليه في الصالة مثلا. الفكرة إنك كل لما تخلي عوائق كتير موجودة كل ما هتلاقي نفسك بتتراجع عن الفكرة كده كده. تالت خطوة املى الفراغ. اعمل خطة ل24 ساعة كلهم. الوقت المطلوب دي ساعة واحدة هتقعد تخطط فيها اليوم التاني والتالت والرابع، وبعد كده انت هتلاقي نفسك بتطبق الكلام ده بشكل يومي عادي جدا. ليه؟ لأن الفراغ أكبر عدو ليك. لازم يبقى عندك خطة واضحة لكل ساعة في يومك. اعمل جدول يومك بطريقة كده. نقول مثلا من الساعة 6 للساعة 9 الصبح أنا هصحى من النوم، هصلي او هلعب رياضه مثلا لمده 20 او 30 دقيقه، وبعد كده هاخد دش بارد وده مهم جدا، وهفطر فطار صحي، وبعد كده هبدا استعد ان انا اروح الشغل او اذاكر. النهارده من الساعه 9 ل 6 مساء هشتغل او هذاكر 3 4 ساعات مده فعاليه. هخرج بره البيت لمده ساعه على الاقل، هقعد اتكلم مع صحابي او مع عيلتي. بالليل من 6 ل10 مساء استراحة وهتغدى. هعمل أي هواية زي القراءة أو الرسم أو الكتابة. هقضي وقت لطيف مع عيلتي أو مع أصحابي. بحضر وقت النوم، بقعد أقرأ 15 دقيقة، وبنام بالكتير قوي على الساعة 10 أو 11، ولازم يبقى الموبايل بره الأوضة.
ملحوظة الجداول دي مش لازم تبقى بالدقة، يعني انت ممكن يبقى عندك خطة المهم ان انت متبقاش فاضي، يعني ده الهدف بتاع الخطة. الخطوة الرابعة الرياضة، السلاح السري. تقريبا تحتاج من 20 ل 25 دقيقة في اليوم، ده من اليوم الرابع للأبد. الرياضة هي أقوى علاج طبيعي للإدمان. طيب ليه الرياضة بالأهمية دي؟ أولا بتفرز الدوبامين صحي وطبيعي بشكل عام، بتحسن مزاجك بشكل خرافي، بتصرف الطاقة الزايدة، بتخليك تنام كويس، بتقوي ثقتك بنفسك لما تبقى عامل فورمة كده حلوة، فبتقوي ثقتك بنفسك. طيب تعمل ايه في موضوع الرياضة؟ لو انت مبتدئ في الأسبوع الأول والتاني، مش مطلوب منك أكتر من إن أنت تمشي من 20 ل 30 دقيقة كل يوم في الشارع، أو يا عم حتى في البيت امشي وأنت واقف كده. لو مستواك متوسط الأسبوع التالت والرابع هتبدأ تجري 20 دقيقة، أو تعمل تمارين في البيت، 20 بوش أب، 30 سكوات، 20 سيت أب، وتكرر 3 مرات. لو بتقدم بقى مستوى كويس بقى، بعد كده تروح تشترك في الجيم أو تلعب كورة مع أصحابك لمدة 45 ل 60 دقيقة يوميا. القاعدة الذهبية اللي لازم إن أنت تتحرك كل يوم حتى لو 10 دقايق مشي، المهم إنك ما تسيبش ولا يوم من غير حركة. الخطوة الخامسة قاعدة ال3 ثواني. الوقت المطلوب 3 ثواني عشان تنفذ أي حاجة. فأنت في لحظة ضعف هيجيلك لحظة إغراء كده، هيبقى عندك 3 ثواني بس قبل ما دماغك تسيطر عليك. لما تحس بقى بالإغراء ده، اعمل واحدة من دول فورا، يعني اعمل حاجة من اللي أنا أقولك عليها بسرعة. قوم اتوضى بمية باردة، الصدمة هتفوقك وهتقطع الأفكار. اطلع بره الأوضة، روح المطبخ، الصالة، أي حتة فيها بني آدمين. اتصل بصاحبك، كلمه في أي موضوع، مهم إن أنت تشتت دماغك. والحاجة الحلوة جدا المفضلة بالنسبة لي تعمل 20 بوش أب، أو تجري في المكان، ده بيصرف الطاقة على طول. مهم جدا برضه إن أنت وقتها تقرا الورقة اللي أنت كتبت فيها الأسباب بتاعتك. اطلع الشارع، يعمل امشي 10 دقايق في مكان، أي مكان فيه ناس. مهم جدا إن أنت متقعدش تتفاوض مع نفسك، وما تقولش بس هي دقيقة واحدة أو دي آخر مرة، لأ. اتحرك فورا وبدون تفكير. الخطوة السادسة اطلب دايما المساعدة، ما تحاربش لوحدك. ده هتاخد يعني يوم واحد مثلا في الأسبوع التاني. بعد الحكاية دي لازم تبقى فاهم إن أنت الأقوياء هم اللي بيطلبوا المساعدة. بيبقى عندك 3 اختيارات. مثلا تكلم صاحبك، واحد انت بتثق فيه قوي، كلمه بصراحة، قول لي يا فلان انا بحاول ابطل الاباحيه، ومحتاج انت تبقى بتدعمني، وخليك انت البارتنر بتاعي اللي هو بتكلمني تسألني أنا ماشي إزاي، عملت كده ولا ما عملتش، وهكذا. برضو مجموعات الدعم بتاعت الأونلاين، دور على جروبات الفيسبوك أو ريديت، في ناس كتير بصراحة وبتدعم، مثلا زي نوفاب كوميونيتي. آه تالتة، يعني في معالج نفسي متخصص لو انت مشكلة كبيرة قوي وانت مش قادر فعلا تتعامل معاها، مفيش أي عيب نهائي في إنك تروح لدكتور، ده دليل قوة مش دليل ضعف. طيب ليه المساعدة مهمة؟ لأن لما يبقى في حد عارف بموضوعك ده، بيخليك انت اكتر التزام ومش عايز تخيب ظنه فيك. طولنا قوي. الخطوة السابعة احتفل بكل انتصار. كل أسبوع كل يوم بتعدي نضيف، ده بيساوي انتصار حقيقي. تعال نقول لك ايه هي نظام المكافآت اللي تعملها. آه بعد 3 أيام مثلا اشتري نفسك حاجة حلوة كده انت بتحبها، شوكولاتاية أو كيس شيبسي أو كتاب. بعد أسبوع، بعد 7 أيام اطلع اتفسح، روح السينما، كل في مطعمك المفضل. بعد أسبوعين اعمل حاجة كنت عايز تعملها بقالك شوية، مثلا روح اسكندرية صد رد، أو هات هدية لنفسك، وهكذا. بعد شهر مثلا هتلاقي إن أنت محتاج إن تحتفل بقى بشكل كبير، أنت عديت أصعب مرحلة وأنت فعلا وقتها هتبقى بطل. طب ليه مكافآت مهمة؟ لأن دماغك بيتعلم الالتزام بيجيب السعادة الحقيقية، مش السعادة الوهمية اللي احنا كنا فيها دي. بص يا صاحبي، انت قادر انك تعملها 100%. انا عارف والله ان الموضوع مش سهل، وهتعدي بأيام منيلة ب60 نيلة وصعبة جدا، لكن كل يوم بتعديه انت بتبني نسخة أقوى منك. وملحوظة أخيرة مهمة، الجدول الزمني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده مش حجر منحوت، في ناس تقدر تتحسن أسرع، في ناس هتاخد وقت أطول. المهم إن أنت ما توقفش، حتى لو وقعت في يوم قوم وكمل تاني. الموضوع محتاج استمرارية، مفيهوش حاجة مثالية يعني. ابدأ دلوقتي، اكتب الورقة وحط الفلاتر واعمل جدولك، اتحرك، وبعد شهر
تعالى قول لي في الكومنتات انت وصلت لفين. انا واثق فيك وعارف ان انت هتعرف تعملها. يلا يا بطل، انطلق.